السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ المفروض ان انت اول ما تخلص اي فصل في اي ماده سواء فيزياء او احياء او كيمياء، فانت المفروض تكون واعي الفصل ده كده بعد ما تخلصه، تكون حاطط له وقت مراجعه، لان طبعا المراجعه دي هي اكتر حاجه هتثبت معاك الفصل وهتلم معاك حتى الافكار اللي كانت ساقطه منك. فالمفروض زي ما قلت ان انت كمان تكون واعي الفصل ده يتراجع في قد ايه، وايه هو المهم فيه وايه هو اللي مش مهم. يعني مثلا فصل زي الفصل الاول فيزياء انت واخده في شهرين، فهل طبيعي انت تقعد تراجعه في وقت زي ده؟ لا طبعا. الفصل الاول فيزياء عليه 8 درجات بس او 8 درجات ونص من اصل 60 درجه. كيرشوف لو قعدها عليه بتاع مثلا 5 درجات منهم. فهتقول طب ازاي قعدت شهرين كاملين عشان 8 درجات ونص؟ الشهرين دول كلهم من الفصل الاول، لو انت مش فاهمه مش هتفهم اصلا اي حاجه من الفيزياء اللي جايه. فقلت ايه بقى، ما اعمل لكم سلسله فيديوهات كده يعتبر بعد كل مثلا فصل انت هتخلصوه اقول لك ايه فيه المهم، المفروض تراجعوا ازاي وتراجعوا امتى وفي وقت قد ايه. وكمان ابعت لك الملخصات بتاعتي تراجع منها واقول لك تحل عليها اسئله قد ايه، ويعتبر خليك تلم كل الفصل كده في وقت قياسي جدا. فببساطه بما ان انا قلت ان هي سلسله، فهنبدا ان شاء الله بالفصل الاول فيزياء واقول لك كل حاجه فيه، سواء مثلا تراجع الفصل ازاي، تراجعه في قد ايه، واخليك يعتبر تراجعه في كام يوم اصلا من غير ما تحس جنب المواد. كمان هقول لك على شويه اسئله تحلها، كمان على فيديوهات يعتبر تراجع منها. بما ان دي سلسله وده يعتبر هيكون اول فيديو فيها، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان الفيديو يجيلك، وكمان ابعت الفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا زيك ان شاء الله. بص يا عم، ببساطه دلوقتي المفروض انت تعتبر مثلا هتكون بدات في الفصل الثاني مثلا فيزياء. بان احنا قلنا ان احنا هنبدا مثلا بالفصل الاول فيزياء، هتعمل ايه ببساطه؟ اول حاجه يعتبر انا هخليك توفر كل يوم ساعه، لازم كده انت لسه في البدايه فما تقولش ان انا مزنوق من دلوقتي. وفر لي كل يوم ساعه كده قبل ما تنام مثلا الصبح الظهر، المهم تكون موفر كل يوم ساعه. الساعه دي بجد انا اوعدك والله ان شاء الله هتعمل فيها كميه حاجات لا توصف. فاول خطوه كده انت هتوفر كل يوم ساعه. تعال نفرض بقى الساعه دي هتعمل فيها ايه. انت خلصت الفصل الاول، الفصل الاول 4 دروس وزي ما قلت لك عليهم 8 درجات، اهمهم طبعا اخر درس اللي هو كيرشوف. فببساطه هنيجي عند الدرس الاول النهارده الساعه بتاعتنا الجميله. هتقعد تسمع فيديوهات شرح؟ لا، انت لسه مخلص الفصل فمش محتاج شرح اصلا. هتمسك الكتاب الجميل بتاعك كده وتمسك القلم وتبدا تذاكر اول درس. اول درس بجد والله مش هياخد منك، مش عايز اقول لك لو انت مذاكره مش هياخد منك تلت ساعه قراءه، بجد تلت ساعه قراءه. ويا عم اقرا الدرس وانت بتقرا الدرس قراءه وخلاص؟ لا، تعال هات كشكول جنبك كده وطلع كل الكلام النظري المهم فيه. الكلام النظري ازاي؟ يعني مثلا من الاخر لخص كده الفصل ليك، يعني الفصل نفسه المشروع في حوالي 50 صفحه، انا كنت ملخصه في حوالي 6 7 صفحات، وانا هبعت لكم برده التلخيص ده على جروب التليجرام، سيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات. فانت وانت بتراجع الفصل انت المفروض ان انت حليت عليه، فانت عارف يعتبر الاسئله اللي هسالك فيها الكلام النظري وعارف القوانين. جمع يا عم كل القوانين اللي موجوده في يعتبر في الدرس ده، وجمع كمان الكلام النظري كده، الكلام النظري المهم، بحيث وانت بتراجع ما تقعدش ترجع للكتاب ده تاني او للدرس ده تاني. خلصت الحمد لله، اوعدك بجد الكلام مش هياخد منك نص ساعه. طيب النص ساعه التانيه هنعمل فيها ايه؟ لو انت عندك مثلا الكتاب بتاعك ما تكونش خلصت الحل اللي عليه خلصه. وطبعا الاسئله المهمه اللي انت معلم عليها بالقلم الهايلايتر هذا، الاسئله المهمه دي تعتبر ضمن الشرح اصلا، فانت لازم تراجعها لان الاسئله دي تعتبر هتكون مثلا مصدر حل ليك. طيب احنا كده يعتبر خلاص خلصنا مثلا الدرس الاول، طلعنا منه القوانين بتاعته، وكمان طلعنا الكلام النظري بحيث ان احنا بنراجع ما نرجعلوش تاني. وكمان اهم حاجه ان احنا رجعنا الاسئله اللي احنا يعتبر الافكار المهمه اللي عليه فل تمام. ده كده يعتبر اول درس. تاني درس خليه بكره، تالت درس اعمل كده فيه، يعتبر اول 3 دروس شبه بعض. نيجي بقى عند اهم درس، الدرس الرابع كيرشوف. اسم كيرشوف ده على النهارده واسمه على بكره، اللي هو خلي منك ياخد يومين يعتبر. ذاكره برده واعمل بالظبط نفس اللي انت عملته. نيجي بقى عند اهم خطوه بعد ما تخلص انت يعتبر خلاص مراجعه الفصل وعملت ازاي اللي انا قلت لك عليه ده. المفروض انت تكون بتحل بقى، هتحل ازاي؟ بص يا عم، في فيديو مستر محمود مجدي كده كان حل عليه حوالي يعتبر 100 سؤال مثلا على الفصل الاول. انت ال 100 سؤال دول حلهم، حلهم مثلا النهارده، خد النهارده مثلا 50 وبكره 50 سؤال. هتقعد تسمع الفيديو منصت؟ لا طبعا. انت هتجيب الفيديو قدامك وتقعد تسمع وجنبك كده كشكول تحل مع المستر، يعني لازم تحل معاه وكمان تطلع الافكار المهمه. يبقى احنا كده راجعناه من غير ما نحس، حلينا عليه من غير ما نحس، طلعنا افكار من غير ما نحس. زي ما قلت لك بجد الفصل الاول مش مستاهل حرق والله، فبالله عليك راجعوا كده بالطريقه دي. نيجي عند خطوه ثانيه برضو، بما ان انا هدفي ان انا اعتبر احول لكم الفصل الاول فيزياء من عقده كده لحاجه بسيطه ان شاء الله. فبص، كان في كتاب نيوتن كده السنه اللي فاتت كان مراجعه على ايه، كان عامل حاجه جامده قوي. كان بيجي يعتبر بيشرح لك الدرس على هيئه افكار، يعني هو مش بيشرح لك الدرس تاني، لا انا بتكلم مراجعه نهائيه. فكان بيعمل ايه؟ يجيب لك الدرس وبيقسمه افكار، خد يا ابني الفكره دي اهي وذاكر الفكره، بعدها هتلاقي حاطط لك 3 4 اسئله ولا حاجه على الفكره دي. فانت كده بتراجع الدرس على هيئه افكار، فكره والثانيه والثالثه والرابعه. بجد بجد والله الكتاب ده كان جامد، كان بيعلمك من الاخر انت عاوز ايه من الدرس ده. كنت بتطلع يعتبر انت لامم كل الافكار بتاع الدرس ده بجد. برضه هبعته لكم على جروب التليجرام. فانت بعد ما تذاكر الدرس كده يعتبر وتقراه وتطلع كل الكلام النظري والقوانين اللي فيه، هتيجي يعتبر ماسك كتاب نيوتن ده اللي انا هبعته لك ان شاء الله، هتمسكه ويعتبر هتراجع في هيئه افكار. ايه ده الفكره دي بجد انا اول مره اخد بالي عليها. تعلم عليها كده وهتلاقي بقى تحتها سؤالين 3، حل الكام سؤال ده، يبقى انت بتراجع الدرس وبتحل عليه وبتعمل كل حاجه من غير ما تاخد بالك بجد.
وعشان تكون فاهم المراجعه عامه في ثانويه عامه لو ما جاتش كده جزئيه ويعتبر كل يوم جزء مش هتيجي خالص، وهتلاقي نفسك يعتبر شهر 12 ما راجعتش اصلا اللي انت خدته في شهر 8. المشكله بقى يعتبر بتقابلكم اصلا كلكم ان انت بعد ما بتخلص شرح الفيزياء بالذات بتلاقي نفسك مش عارف تحل. ليه مش عارف تحل؟ مش عارف ادخل في السؤال. الفيزياء بطبيعتها صعبه، فانت محتاج ان انت تتعامل مع شويه الاسئله كده ايه بحرفنه شويه. اول حاجه السر في كلمه الحل الكتير في الفيزياء، ومش بقول لك حل كتير يعني انت تروح تجيب 60 كتاب وتسيبهم كلهم، لا يا عم كتاب وكتابين والدنيا تمام الحمد لله، كفايه كتابين بجد ولكن حلهم. طب انت بتقولي مش بعرف احل، بص انت دلوقتي هتذاكر درس كويس جدا وتكون متاكد بالله عليك ان انت فاهمه، فدي اول خطوه، تكون مذاكر كويس وفاهمه كويس جدا. تيجي بعدها على الحل. طبيعي ان انت هيقابلك اسئله بتعرف تحلها واسئله مش عارف تحلها. نيجي يا عم عند الاسئله اللي حضرتك مش عارف تحلها دي، هنعمل ايه بقى؟ هتحاول تحلها لوحدك، زي ما قلت، وبعد ما خلاص انت فشلت في المحاوله هتعمل ايه بقى؟ تسال المستر بتاعك او تدخل على فيديو يوتيوب. واكتبوا لي في الكومنتات كده لو عاوزين ارشح لكم المدرسين يعتبر انا كنت بسمعهم في حل كتاب مثلا الامتحان او كتب الفيزياء عامه. فهتدخل كده عليهم هتلاقي نفسك يعتبر كل دي افكار انت مش عارفها وافكار جديده، فبالله عليك الافكار دي هي الكنز بالنسبه لك. بقى القلم الهايلايتر هذا علم على السؤال، خد فكرته، هات الكشكول جنبك، اكتب كده يعتبر فكره السؤال ده وعلم على السؤال مثلا. يبقى انت كده يعتبر خلاص بجد والله مش محتاج حاجه، لان هو ببساطه انت بتحل 200 سؤال وقف يا عم قدامك 100. لازم تكون فاهم ان انت يعتبر كده استفدت 100 فكره، ال 100 فكره دول بتضيفهم من الشرح، يبقى انت كده الشرح عمال يكبر 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 يكبر، بس يعتبر انت كده خلاص بتقفل الفصل ومستحيل يقابلك اي سؤال صعب تاني فيه. اخر حاجه ابوس ايدك بالله عليك اختار المدرس بتاعك صح، ما تختارش مدرس يكون بيبصمج وبيحفظك حل الاسئله وخلاص. دي فيزياء بجد، مفيش حاجه اسمها بيحفظك حل الاسئله وتقول لي ده انا بعرف احل وهو اصلا يكون حل الاسئله دي فانت بتبصمجها وتحلها ورا وخلاص. بص طول ما انت بتعرف تحل فيزياء يبقى انت بتعرف تتعامل مع الاسئله. يعني ايه برضو؟ يعني ببساطه ما تروحش مثلا تروح عند مدرس يكون بيحفظك والله خد السؤال ده وحله وخلاص، خد الفكره دي حل بقى الاسئله دي، لا مش كده. انت المفروض ان هو بيفهمك كويس وبعد ما يفهمك كويس بيديك الافكار تعرف تحل بيها، غير كده بجد يكون بيضحك عليك. ما تقولش انا بعرف احل كتاب الامتحان بس وتيجي عند كتاب ما تعرفش تحله، يبقى انت كده مبصمج كتاب الامتحان وهو كان مبصمج لك افكاره. وكمان الاهم وانت بتحل الواجب مفيش حاجه اسمها تفتح فيديو على اليوتيوب كده تقعد تسمع المستر وهو بيحل، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده بجد، مستحيل تعرف تحل بعدين والله حتى في الامتحان. انت خدت الواجب بتاعك ذاكر كويس بعدين اعمل زي ما قلت لك حل بنفسك الاول واغلط عادي، بعدها يبقى صح من اليوتيوب، دي اخر خطوه في الدنيا. اما تسمع في الاول ده كده اسمه بصمجه وبتضحك على دماغك وهتلاقي يومين ثلاثه نسيت كل الاسئله والافكار اصلا. وبس بجد والله اسمع شويه الكلام دول وانا اوعدك ان شاء الله هتحول الفصل الاول من عقده عندك لحاجه بسيطه، ولكن اسمع كده شويه الكلام ده وطبقهم، واكتبوا لي في الكومنتات برضو عاوزين مثلا المره الجايه اتكلم عن ماده ايه او عن فصل ايه في اي ماده عامه يعني، وان شاء الله هحول لكم برضو من عقده لحاجه بسيطه. وبس هبعت لك الحاجات اللي قلت لك عليها على جروب التليجرام، ادخل فيها سيبوا لك في الكومنتات، والاهم طبعا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يعتبر يجي لك باقي فيديوهات السلسله. بس هشوفكم فيديو جديد، سلام.